السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناتي احلى وسهلا مع صافي. عملت لكم النهارده كيكه بسيطه جدا ومش مكلفه خالص خالص ومن غير بيض او حليب. كيكه الشوكولاته والله تنفع جاتو واحلى من النايتي كمان. شايفين الارتفاع بتاعها؟ تعالوا نجرب حتى هنا. شايفين الطراوه مش مستحمله. شايفين الجمال؟ بس قبل ما ابدا الفيديو يا ريت اللي لسه ما اشتركش يشترك في قناتي، وما تنسوش تفعلوا الجرس وكلمه الكل، وطبعا ما تنسوش الشير واللايك. يلا بينا نبدا الطريقه. وهنجيب الخلاط وهنزل فيه بكوبايه ونص ميه، وهنزل بكوبايه الا ربع زيت، ومعايا كوبايه ونص سكر، ومعلقتين خل لان انا هعمل مقدار كبير في صينيه كبيره، وهنزل بكيس فانيليا. طبعا دي كيكه شوكولاته من غير بيض خالص زي ما انتم شايفين، وهنضربهم في الخلاط وارجع لكم تاني. وهجيب بوله وانزل عليها بالخليط السائل. دي طبعا المكونات السائله، بنسميها المكونات السائله. خلاص كده ضربناها في الخلاط لمده 5 دقايق مثلا. وهنا معايا بقى المكونات الجافه اللي هي معايا دلوقتي، ومعايا المكونات الجافه اللي هي طبعا الدقيق. معايا 2.5 كوباية دقيق، احط عليهم رشه ملح، وهحط كمان كيس بيكنج باودر، واقلبهم كويس. ومعايا نص كوباية كاكاو خام يعني من غير سكر، وهقلب كل المكونات مع بعض. وهنزل بقى بكل المكونات الجافة ديت على الخليط السائل اللي عملناه في الخلاط، ونقلب كله مع بعضه تقليب خفيف كده في اتجاه واحد. وكده خلاص قلبنا كل حاجة مع بعض زي ما انتم شايفين القوام. بس هو ناقصه تكة مهمة قوي واضافة بسيطة جدا، بس هي اللي هتخلي الكيكة هشة وطرية، اللي هي بقى هنضيف دلوقتي نص معلقة صغيرة بيكنج صودا اللي احنا بنقول عليها الكربوناتو، وعليها ربع كوباية مية بتغلي. وهنكمل تقليب. وفي صينية مدهونة ومتبطنة بالدقيق زي ما انتم شايفين كده هننزل بالخليط كله. وطبعا احنا خلاص حفظنا ان احنا لازم نسخن الفرن قبل ما نبدأ نعمل الكيك، وهندخلها في فرن طبعا على درجة حرارة 180 على الرف الأوسط، مدة من 30 ل40 دقيقة تقريبا. وخلاص طلعت الصينية من الفرن وبنختبرها بالخلة زي ما انتم شايفين كده اهي، طالعه نضيفه خالص. مادام طالعه نضيفه يبقى خلاص الكيك استوى كده. لو الفيديو عجبكم يا ريت اللي لسه ما اشتركش يشترك في قناتي ويتفعلوا الجرس وكلمه الكل عشان يوصلكوا كل الفيديوهات. وما تنسوش الشير واللايك، واشوفكم في وصفه تانية احلى وسهله مع صافي ان شاء الله. مع السلامه.